قرينا فتحته وشبكني بدبلته وعدينا فترة خطوبتنا الحمد لله على خير. سنة و6 شهور بجد كان من أجمل سنة و6 شهور بالنسبة لي. ودخلنا بقى في تجهيزات الشقة ما بعد الخطوبة، والحمد لله ربنا عنا وربنا يعين كل شاب يا رب على تجهيزات شقته، لأنها بتبقى فترة توتر وصعبة، بس الحمد لله احنا شطبنا. كانت التشطيبات النهائية وخلاص بقى اجا ايه قرب التنجيد، ونزلت برضه اشوف ايه النواقص اللي ليا والكلام ده، وقعدنا نلف كتير لما جبنا وخلصت حاجتي، وإجا اليوم الموعود وهو تنجيدي. فالحمد لله بجد كان يوم جميل جدا، بوجود أصحابي وقرايبي والناس اللي بيحبوني حواليا. قعدنا بقى نعمل تيك توك، قعدنا نفرح ونزقطط شوية. بس بجد بتبقى برضه فترة ضغط ان انت تقعدي تطلعي حاجتك وتشوفي نواقصك والكلام ده. كل حاجة بتجري وراكي بجد، ما بتلاقيش وقت. بس بجد كانت أجمل أيام حياتي. أنا بعيد الذكريات معاك وأنا بمنتج لكم الفيديو ده، أي نعم إجا متأخر، بس بجد متخيلوش فرحتي دلوقتي ما بالكوا فرحتي بقى وقتها كانت عاملة ازاي. قعدنا بقى نعمل تهيصة بسيطة فوق كده قبل بقى ما ننزل ونكمل تحت، احنا ما بطلناش هيصة ورقص وبجد كان الجو جميل جدا جدا جدا. كل حبايبي كانوا منوريني ومشرفيني، وربي اقدر ادولهم حاجة بسيطة من اللي هم عملوها لي بجد. بجد تعبوا معايا جدا شيل وحطوا ده وحطوا ده، بس الحمد لله والمال الحلال اهو والعش بتاعي اهو. طبعا انتوا شفتوا في كل الفيديوهات برضو اللي انا نزلتها المستقطعة في المواقع التانية بالتنجيد بقى والعفش والفرش وكل حاجة. بس الحمد لله شايفين بقى الجمال، شايفين الطوق، شايفين السنس بقى واللمسات. يلا بقى الحمد لله. جينا بقى لأحلى فقرة أنا بحبها، هي فقرة الزفة. زفة العفش بقى وبيب بيب بيب والتزمير بقى والهيصة والزمبريط اللي احنا كنا عاملينها. ما شاء الله الفرش كان يعني كانت زفة معتبرة بمعنى أصح. يعني زكية حبيب قلبي بجد عملي زي ما أنا كنت أتمنى وأحسن والله. ما شاء الله العربيات كانوا طبعا في ناس من أصحابه الكلام ده، فطبعا متوصيين بيه، فعملوا لي أحلى زفة بالعربيات والتخميسات وكل حاجة هتشوفوها دلوقتي. يعني احنا لفينا يعتبر دمياط معظمها، سواء عند المنطقة بتاعتي أو عند المنطقة بتاعت زيكو، أو مثلا بقية المناطق التانية. يعني احنا لففونا 7 لفات زي ما بيقولوا. بس بجد كانت فرحة حلوة أوي، والناس اللي كانتش تعرفنا وكانت ماشية حوالينا وكده بجد كانوا فرحانين لنا جدا جدا جدا. وكان بجد اليوم خفيف ولطيف وكنا مبسوطين. تتخيلوا ان انا قاعده في عربيه والعريس قاعد في عربيه، يعني كنت انا واخته ومامتي في عربيه وبناتها واحنا وهو في عربيه تانية. بديكم يعني ينفع كده؟ ينفع؟ ده بقى اصحابه بقى جايين بالمكان بقى والكلام ده، انتوا عارفين بقى الشباب والهيصه اللي بتحصل، بس بجد بتبقى احلى هيصه. فده كانت بقى الزفه بتاعتي بالظبط بتاعت الفرش. قولوا لي بقى انتوا عندكم يعني التقاليد بتاعتكم في التنجيد بتبقى عاملة ازاي؟ في ناس بتحب ما تحبش الزفة وتحب الحاجات دي، لا بتحب تبقى سكيتي، بس بجد يا جماعة بتبقى فرحة. لا لا جربوها يعني بتبقى جميلة. اي نعم تبقى هيصة وكده، بس هيصة حلوة قوي. احنا بقى كنا مستنيين العربيات تدخل بالدور يا زباين، عشان ماما عمالة تقول ايه شيكوا العربيات كلها وصلت، وفي عربية محملة اصحاب اخويا بس. بس بجد تعبوا معانا جدا جدا جدا، وحابة من الموقع هذا ان انا اشكرهم، مع اني شكرتهم كتير لانه عملوا الواجب معانا في التنكيد وفي الفرح. بجد مكنتش اتوقع منهم، مكنتش اتوقع لاخويا لاصحاب كده جدعة بجد. حابة اشكرهم جدا، وبالذات صاحبه مانجا. ادعوا له يا جماعة نفسه يتجوز ويبقى عنده عروسة، ادعوا له بقى اللي ربنا يرزقه بعروسة حلوة. شوف هنا بقى كان زكية راكب عربية تانية، تقولي لي انت جايبه اللقطات بتاعته منين؟ اقول لكم لا، ما كان في حد تبعنا برضو راكب معاه وقعد يصوره، وجمعت كل الفيديوهات دي بقى في فيديو واحد، وقلت بقى انزلها لكم. قعد يسلم هنا ويسلم هنا، بس انا حبايبه كتير في المنطقة بتاعته. جت بقى فقرة التخميس اللي بقول لكم عليها، اللي هي ايه فتحي يا وردة قفلي يا وردة. بجد بتبقى جميلة بس بتبقى رعب، يعني بتبقى خايفين العربيات تدخل في بعض والشوار والكاسات، وخلي بالكوا القايمة والله مكتوبة في كل كاس، لو اتكسر انتوا حرين العريس هيدفع كتير. خلاص وصلنا بالسلامة، وانا كمان كنت بحاول اجيب لكم اللقطات بعد ما فضوا عربيات كتير ومشت كمان. يعني دي لقطات في الاخير، بس لما حاولت اعرف اوصل البلكونة وافتحها واصور لكم من تحت. هنا بقى خالته وحبايبي وقرايبي كلهم كانوا بيطلعوا والله، كانوا بيساعدوا.
وهنا المنظر الشقة بعد كمان ما اتوضبت، احنا حطينا كل حاجة في اوضتها، كان كل حاجة فوق بعضها، كانوا داخلين بيحطوا 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 وخلاص. فقعدت بقى اظبط كل حاجة في مكانها عشان يعرفوا يرصوا ويظبطوا. وده كان يومي وكان تفاصيل يوم التنجيد بتاعي. هستنى منكم دعوة حلوة ومتابعة وشير ولايك للفيديو لو عجبكم الفيديو ده، عشان انزلكوا بقية سلسلة جهازي. ويا رب الفيديو كان خفيف عليكم، ومش هتشوف بقى بقية الفيديوهات وفيديو الفرش كله هيكون برضو منزل لكم عندي على القناة بتاعتي. شايفين بقول لكم احنا قد ايه مضغوطين. لا بجد كانت حاجة صعبة، بس كانت حاجة لذيذة لذيذة لذيذة، وكان يوم جميل جدا. اكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا يوم التنجيد عندكم بيبقى ايه الطقوس بتاعته او ايه الوصفات. شايفين كل حاجة فوق بعضها، بس مع ذلك كانت يعني مظبطينها شوية، يعني منظمة كل حاجة في الأوضة اللي هتخصها عشان تبقى سهلة علينا. حتى البلكونة ما رحمناش، حطينا فيها فوط. هنا كنا بدأنا بقى ايه، نفرش شوية مش كتير، بس بدأنا نفرش، احنا اللي فرشين الشقة على فكرة. كده نكون وصلنا لنهاية الفلوج. سلام.